أهلا بكم متابعي قناة معلومة على الماشي في فيديو جديد ومعلومة جديدة. المصريين القدماء ما زالوا يبهرون العالم. تمثال بالحجم الطبيعي يسمى تمثال الحارس لتوت عنخ آمون، وهو أحد التمثالين الذين عثر عليهما موضوعين على جانب الباب الذي يتيح الوصول إلى غرفة الدفن بالمقبرة الموجودة في وادي الملوك بالأقصر. وكانت هذه التماثيل ملفوفة بلفائف من الكتان عندما عثر عليها. يرتدي التمثال شعرا مستعارا، وأيضا تظهر حية الكبرى البرونزية المذهبة على جبهته، ويمسك عصا في يده اليسرى وصولجان في يده اليمنى. اللون الأسود يشبه الملك بالإله أوزوريس الذي كان غالبا ما كان يظهر أسود اللون. ومن ضمن أسرار مقبرة توت عنخ آمون هو القناع الذهبي الشهير للملك توت عنخ آمون. حتى وقت قريب اعتقد علماء الآثار أن القناع مصنوع من قطعة واحدة، ولكن كانت مفاجأة كبيرة عندما خضع القناع لفحص الأشعة السينية. كانت المفاجأة أن القناع يحتوي على أكثر من جزء واحد تم لحامه بلحام دقيق للغاية غير مرئي للعين المجردة. في ذلك الوقت دهش الجميع مما وصلت إليه الحضارة المصرية القديمة من حيث المعرفة والتقدم في مجال السبائك وصناعة الذهب. وما زالت الحضارة الفرعونية القديمة تخفي أسرار أكثر وأكثر. وبكده يا أصدقائي أكون وصلت لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. لو حابين تعرفوا وتتابعوا معلومات أكتر وأكتر اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا معايا زرار الجرس علشان توصل لكم الفيديوهات بالمعلومات أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.